لسه جايبه المايسلر ووتر الجديده بتاعت ايفا، وحطت لها ميك اب مخصوص علشان نشوف فعاليتها. تعالوا نجربها، خصوصا ان انا كنت بحب الميك اب ريموفر بتاعهم ده. فتعالوا نشوف ايفا الجديد ولا ايفا القديم يكسب. النص اليمين هيبقى الجديد ده، والنص الشمال هيبقى القديم. للاسف الكوتون بادز بتاعتي خلصانه، فهنمسح بمناديل عادي. طبعا ميك اب العين انا مش بقعد امسح واعمل كده في العين علشان ده هيطلع لي هالات سودا. انا بحط المايسلر ووتر على الكوتون باد او على المنديل، الافضل طبعا كوتون باد، وبستنى كده كام ثانيه، 10 ثواني، وبعمل كده. حرفيا حطيتها بس، مش اللي هو قعدت ادعك، لان الدعك ده غلط وبيطلع هالات سودا. فعجبتني بصراحه. دلوقتي انا مسحت النص ده كله فيما عدا لبستك، همسحه دلوقتي بالمايسلر ووتر. دلوقتي انا مسحت نص وشي اليمين بالمايسلر ووتر الجديده بتاعت ايفا. بصراحه ما حسيتش باي حرقان، حتى هي دخلت جوه عيني مفيش اي حرقان. مسحت الميك اب حرفيا بزيرو مجهود. اي نعم انا حاطه ميك اب خفيف، ودي اول تجربه ليها، هجربها وقت كافي وهجربها مع ميك اب تقيل، اكون رايحه فرح مثلا او حاجه وهقول لكم برضو. طبعا الميك اب ريموفر بتاع ايفا ده انا بحبه جدا، وهو فضل فيه حبه صغيره. تعالوا بقى نشوف نص الوش ده، همسحه بالميك اب ريموفر ده بتاع ايفا. مسحت من غير مجهود، من غير ما اعدي وادعك في عيني 50 مره، وده الصح علشان ما يطلعلكيش هالات. مين يكسب بقى، دي ولا دي؟ الاتنين في نفس المرتبه، الاتنين فعالين جدا، الاتنين ما سببوليش ولا حرقان في البشره ولا حرقان في العين. فالاتنين حرفيا لو لقيتوهم في اي حته يعني، يا تجيبوا دي يا دي.